الاستثماريه المنطقه دي، فاهم ازاي؟ فدي طبعا احنا ايه اكيد الرسمه اللي كنا عاملاها الاول يمكن عشان موضوع الارتفاعات ده يمكن ما تتناسبش مع موضوع الارتفاعات. دلوقتي حاليا شغالين في عمل رسومات تانية خالص سليم بنفس الغرض. بالعكس ممكن تدينا، لان احنا لما نقلنا كده بقى عندنا مساحه ارض اكبر. فده كنا قاعدين في القاهره واتفقنا على ايه ان المنطقه دي كلها هتبقى منطقه استثماريه، وهي بصراحه يعني ناصيه اكتر من الاول، ناصيه على 3 شهور مهمين. الرسومات بتترسم دلوقتي وبعد كده هنرد على سياده المحافظ والقرار يطلع بعدها ان شاء الله نبتدي فيها. وديت المنطقه احنا يعني عاوزه بقى يعني كل الناس تساهم، لان دي المنطقه والتعاون طبعا في شكل دي المنطقه اللي طبعا اللي هتبقى اضافه كبيره جدا للنادي، وهتبقى هي اللي يعني الانقاذ الرئيسي لمستقبل النادي المصري ان شاء الله. حضرتك لو سمحت بس عايز اكد على المستر كامل ابو علي ان احنا شغالين دلوقتي حاليا كمرحله اولى وتنسيق طبعا ان احنا شغالين اول مرحله الاستاد، المرحله الثانيه ان شاء الله نخلصها نخش في منطقه ان شاء الله يعني شغال مرحله ان شاء الله. سيادتك برضه بالنسبه للاستاد برضه في 34 بوابه خروج 34 و14 دخول. طبعا الكلام ده مش هنلاقيه في اي حته في اي مكان ثاني، كلها بوابات الكترونيه. في عندنا برضه المنطقه دي استغليناها برضه ان هي برضه فيها جراج بيسع حوالي 70 80 عربيه يعني. وطبعا المفروض ما فيش عربيات تدخل الاستاد، بس على الاقل مجلس الاداره الضيوف الكلام ده كله في مكان متسع الكلام ده. لاند سكيب طبعا هيتعمل بشكل جمالي، الواجهات كلها بشكل جمالي ان شاء الله. يعني الزياره الجايه ان شاء الله سيادتك هتشوف حاجه افضل بكتير ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقك ان شاء الله.